خليني أقولك حقيقة يمكن تكون من أكتر الجمل اللي هتسمعيها في الحلقة دي. القيمة الذاتية مش حاجة انت بتلاقيها، دي حاجة بتبنيها. يعني ما تستنيش يوم تصحي من النوم فجأة وتحسي انك بقيتي واثقة في نفسك. لأ، دي رحلة، ورحلة محتاجة قرار انك تبطلي تعاملي نفسك كأنها عدو. عارفة أكبر ظلم بنعمله في نفسنا؟ إننا بنسامح كل الناس إلا نفسنا. حد يجرحنا نقول يمكن كان مضغوط، حد يغلط فينا نقول أكيد عنده ظروف. لكن أول ما إحنا نغلط نفضل نعاقب نفسنا بالشهور ويمكن بالسنين. ليه كل الرحمة دي للناس وكل القسوة دي على نفسك؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم، ومن معاني الإيمان إن الإنسان يتعلم الرحمة ويكون رفيقا بنفسه، وهو يتوب ويصلح خطأه، مش إنه يعيش أسير جلد الذات. أنا عايزاكي تعملي تمرين بسيط. أول ما الحلقة تخلص هاتي ورقة واكتبي فوقيها أنا مين بعيدا عن رأي الناس، وسيبي نفسك تكتبي. في الأول يمكن ما تلاقيش إجابة، وده طبيعي، لأن يمكن أول مرة في حياتك تسألي نفسك السؤال ده. بعدها اكتبي 10 صفات حلوة فيكي، وهنا العقل هيقاوم، هيقولك مفيش، أنا ما عنديش، ده غرور. لكن لأ، الاعتراف بالنعم اللي ربنا رزقك بيها مش غرور. الغرور إنك تنسبي الفضل لنفسك، أما الشكر فهو إنك تعرفي إن كل نعمة عندك هي من الله وتحاولي تستعمليها في الخير. وفي تمرين تاني، كل يوم قبل ما تنامي اسألي نفسك ايه الحاجة الصغيرة اللي عملتها النهاردة وافتخر بيها. مش لازم تكون إنجاز كبير، يمكن صليتي في وقتك، يمكن قرأت صفحة من القرآن، يمكن اعتذرت عن غلط، أو لعبتي مع ابنك أو بنتك بكل حب، أو قاومتي إنك ترد على حد بكلمة تجرحه. الإنجازات الصغيرة هي اللي بتبني الإنسان اللي عنده قيمة ذاتية. عارفة إحنا ليه بنحس إننا قليلين؟ لأننا بنبص فوق طول الوقت، نبص للي عنده فلوس أكتر وجمال وشهرة أكتر، وننسى نبص لرحلتنا إحنا. ده بيخلينا في سباق عمره ما هيخلص. كل ما توصلي لمرحلة تشوفي حد سابقك فتتعبي، لكن لو قارنتي نفسك بنفسك هتفرحي بكل خطوة. من 5 سنين كنت فين؟ ومن النهاردة ايه اللي اتعلمتيه؟ أكيد عديتي بمواقف كانت صعبة، وبالرغم من كده لسه واقفة، لسه بتحاولي، وده في حد ذاته قوة. وفي عادة لو بطلتيها هتحسي إن نص المشكلة اتحلت. التبرير المستمر. ليه كل شوية تشرحي للناس قراراتك؟ ليه محتاجة موافقة الناس أو موافقة كل شخص؟ ليه بتحسي بالذنب لما تقولي لأ؟ الشخص اللي عارف قيمته مش بيشرح نفسه في كل مرة، هو محترم مؤدب، لكن مش بيعيش حياته يدافع عن كل قرار أخده. وفي فرق كبير بين التواضع وبين التقليل من النفس. التواضع إنك تعرفي إن كله فضل من الله، لكن التقليل من النفس إنك تكسري نفسك وتسمحي لأي حد يهينك وتفتكري إن ده أخلاق، وده مش صحيح. الإسلام علمنا التواضع، لكنه كمان حفظ كرامة الإنسان ونهى عن الظلم والإهانة. عايزة أقولك حاجة يمكن تلمس قلبك. لو فضلت طول عمرك مستنية حد يقولك إنك كفاية يمكن تستني العمر كله، لكن أول يوم هتقفي قدام المراية وتقولي لنفسك أنا إنسانة عندي عيوب وعندي مميزات وبشتغل على نفسي وربنا مطلع على قلبي وسعي، اليوم ده هيكون بداية التحرر الحقيقي. وفي ناس هتخرج من حياتك وهتزعل، لكن بعد فترة
هتكتشفي إن خروجهم كان رحمة، لأن مش كل اللي بيمشي من حياتنا خسارة. في ناس وجودها كان بيطفي نورنا، ولما بعدوا عرفنا نتنفس. وده مش معناه إننا نكرههم، لكن معناه نحافظ على حدودنا النفسية. وفي الجزء اللي جاي هنتكلم عن السلام الداخلي، وليه في ناس أول ما تدخل المكان تحس براحة، وناس تانية رغم نجاحها بتنقل توتر لكل اللي حواليها. وهنتكلم كمان عن العلاقة بين القلب والإيمان والسكينة، وإزاي ده بينعكس على حضور الإنسان بين الناس. في مرة سمعت جملة غيرت طريقة تفكيري: الناس مش دايما بتفتكر انت قلت ايه، لكن بتفتكر هي كانت حاسة بإيه وهي معاكي. وفعلا أكيد قابلتي في حياتك شخص أول ما دخل المكان حسيتي براحة، مش لأنه أغنى حد ولا أجمل ولا أشهر حد، لكن لأن جواه سلام. وفي المقابل قابلتي ناس عندها كل حاجة، فلوس ومنصب وشكل، لكن أول ما يقعدوا معاكي تحسي بتوتر وضيق، وكأن المكان كله بقى تقيل. ايه الفرق؟ الفرق إن الإنسان بينقل اللي جواه. لو جواه خوف هيطلع خوف، لو جواه غضب هيطلع غضب، ولو جواه سكينة هيطلع سكينة. وده مش شيء غامض أو سحري، لكنه بينعكس في نبرة الصوت وطريقة الكلام وتعامل الإنسان مع نفسه مع الآخرين. عارفة ليه ساعات بندخل مكان ونفضل خايفين من نظرة الناس؟ لأننا دخلنا واحنا بنسأل يا ترى هيعجبوا بيا، لكن الشخص اللي عارف قيمته بيدخل وهو بيسأل ازاي أكون إنسان محترم وصادق وأسيب أثر طيب. شايفة الفرق؟ الأول بيدور على القبول، والتاني بيدور على الرسالة. ولما تركيزك يتحول من هما شايفيني ازاي لأنا هقدم ايه، هتحس إن حمل كبير اتشال من على قلبك. خليني أسألك سؤال: كم مرة أجلتي حلم عشان انت خايفة من كلام الناس؟ كم مرة ما صورتيش فيديو، ما بدأتيش مشروع، ما تكلمتيش برأيك لأنك كنت متخيلة إن الناس هتنتقدك؟ والحقيقة الناس هتتكلم سواء عملتي أو ما عملتيش. فليه يكون خوفك من كلامهم أكبر من خوفك إن عمرك يضيع؟ في دعاء جميل كان النبي عليه الصلاة والسلام يردده: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. تأملي المعنى، هو بيدعو ربنا يزكي نفسه، يعني حتى صفاء النفس وقوة القلب والثبات نطلبهم من ربنا، مش نعتمد على نفسنا بس. وده يخلينا فاهمين إن تطوير الذات الحقيقي مش رحلة منفصلة عن الإيمان. الإيمان بيديك اتجاه، والعمل بيديك نتائج. وفي نقطة مهمة جدا: ناس كتير بتفتكر إن القوة معناها إنك ما تعيطيش أو إنك ما تتأثريش، لكن الحقيقة القوة مش إنك ما تقعيش، القوة إنك كل مرة تقعي تعرفي تقومي. القوة إنك تغلطي فتتعلمي. القوة إنك تسمعي نقد فتفرقي بين النقد اللي يفيدك والكلام اللي المفروض تسيبيه يعدي. مش كل رأي لازم يسكن قلبك. تخيلي إن قلبك بيت، هل هتفتحي باب بيتك لأي شخص يدخل يفتش فيه؟ أكيد لأ. إذن ليه تفتحي باب قلبك لأي كلمة جارحة؟ اختاري كويس مين تسمحي لرأيه إنه يعيش جواكي، لأن مش كل متكلم حكيم، ومش كل منتقد صادق. ومن الحاجات اللي بتسرق القيمة الذاتية إننا بنربط نفسنا بالماضي. واحدة تقول أنا فشلت زمان، والتانية تقول أنا اتجرحت، والتالتة تقول أنا ضيعت فرص. طيب، ومين قال إن الماضي هو هويتك؟ الماضي درس مش عنوان، وربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة وباب البداية الجديدة. وما دام الإنسان حي
فباب الإصلاح والعمل مفتوح. ممكن يكون امبارح كان مليان بالأخطاء، لكن النهاردة صفحة جديدة. واوعي تفتكري إن قيمتك مرتبطة بعدد الناس اللي بيحبوكي. حتى الأنبياء وهم أفضل البشر واجهوا اللي كذبهم وأذاهم. فكون بعض الناس ما بيتفقوش معاكي مش معناه إنك بلا قيمة. المهم، هل أنت صادقة مع الله؟ هل بتحاولي تكوني نسخة أفضل من نفسك كل يوم؟ هل لما تغلطي ترجعي وتصلحي؟ دي الأسئلة اللي تستحق فعلا إننا نعيش عشانها. عايزة أسيبك مع فكرة يمكن تغير حاجات كتير جواكي. لو كل يوم صحيتي وسألتي نفسك إزاي أرضي ربنا النهاردة وإزاي أكون إنسانة نافعة، هتكتشفي بعد فترة إن احترامك لنفسك بيزيد، لأن الإنسان بيحترم نفسه لما يعيش وفق مبادئه مش وفق تصفيق الناس ليه. وفي الجزء الأخير هقولك خطة عملية لمدة 30 يوم، خطة بسيطة لكن لو التزمتي بيها ممكن تكون بداية حقيقية لعلاقة جديدة مع نفسك، علاقة فيها احترام وسكينة ورضا. لو وصلت لحد هنا فأنا عايزة أقولك حاجة من قلبي. يمكن تكون دي مش صدفة، يمكن ربنا أراد إنك تسمعي الكلام ده في الوقت ده بالذات، لأن أوقات كتير إحنا بنفضل ندور على إجابات برا، وربنا بيبعت لنا رسالة تقول ابدأي بنفسك. ومن هنا عايزاكي تبدأي معايا تحدي بسيط، مش تحدي هيغير حياتك في يوم، لكن هيبدأ يغير طريقة نظرتك لنفسك. تحدي 30 يوم لاستعادة قيمتك الذاتية. اليوم الأول اكتبي 10 نعم موجودة في حياتك، حتى لو كانت بسيطة: الصحة، الأهل، ابنك أو بنتك، قدرتك على المشي، قدرتك على التعلم. كل نعمة تستحق الشكر، لأن ربنا وعدنا لئن شكرتم لأزيدنكم. اليوم التاني امتنعي يوما كاملا عن مقارنة نفسك بأي شخص. كل ما تلاقي نفسك بتقولي هي أحلى مني، هي أنجح مني، قولي ربنا كتب لها طريقها وكتب لي طريقي. اليوم التالت اعملي حاجة كنت خايفة منها، حتى لو صغيرة. صوري الفيديو، قدمي على وظيفة، اتعلمي مهارة، ابعتي الرسالة اللي انت مأجلاها. الثقة بالنفس لا تأتي قبل الفعل، بل بتكبر بعده. اليوم الرابع خصصي 10 دقايق تقرأي فيها قرآن بتدبر، مش علشان تخلصي ورد، لكن علشان قلبك يهدى، لأن القلب اللي بيتصل بربنا لا يصبح كاملا بلا ابتلاء، لكنه يصبح أقوى في مواجهته. وأنا هنا مش بتكلم بس عن المسلمين، أنا بتكلم كمان على الديانات التانية اللي فيها صلاة وقرب من ربنا. اليوم الخامس سامحي نفسك. مش معنى كده تنكري أخطائك، لكن توقفي عن معاقبة نفسك على ذنب تبت منه أو على فشل اتعلمت منه. وبعدين قرري العادات طول الشهر. هتتفاجئي إن التغيير الحقيقي بيبدأ من الحاجات الصغيرة اللي بنكررها، مش من القرارات الكبيرة اللي بننساها بعد يومين. وعايزة أقولك حاجة أخيرة يمكن تكون أهم جملة في الحلقة كلها: انت مش محتاجة تبقي نسخة من حد علشان تبقي شخص له قيمة. ربنا خلقك مختلفة، بصوتك، بطريقتك، بشخصيتك، برحلتك. ولو كل الناس بقوا نسخة واحدة الدنيا هتفقد جمالها. فبلاش تضيعي عمرك وانت بتحاولي تبقي حد تاني. كوني أفضل نسخة من نفسك. ولما تغلطي ارجعي، ولما تبكي
ادعي، ولما تحتاري استخيري، ولما تنجحي احمدي ربنا، ولما تتأخري افتكري إن تأخير ربنا مش حرمان، وإنما قد يكون لحكمة لا نراها الآن. افتكري دايما قيمتك مش في شكلك ولا في سنك ولا في فلوسك ولا في عدد الناس اللي تعرف اسمك. قيمتك في إنك إنسانة كرمها ربنا، تسعى وتتعلم وتتوب لو غلطت، وتقوم لو تعثرت، وتحاولي كل يوم تكوني أقرب إلى الله. ولو خرجت من الحلقة دي وما افتكرتيش غير جملة واحدة، فافتكري دي: الناس ممكن تشوف قيمتك وممكن ما تشوفهاش، لكن الأهم إنك ما تفقديش انت قيمتك في عين نفسك، وما تنسيش كرامتك اللي ربنا وهبها لك. ولو حسيتي إن الحلقة لمست قلبك، اكتبيلي في التعليقات هبدأ من نفسي. أنا بقرأ كل التعليقات وبحب أعرف إيه أكتر فكرة أثرت فيكم. ولو تعرفي حد محتاج يسمع الكلام ده، ابعتيله الحلقة، يمكن تكون سبب في إن قلبه يهدى أو يبدأ بداية جديدة. ولو حبيتي النوع ده من الحلقات، اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس، لأن الحلقات الجاية هنتكلم عن جروح الطفولة والعلاقات والسلام الداخلي، وإزاي نبني حياة متوازنة فيها إيمان ووعي ورحمة بالنفس. وافتكري، رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة، ويمكن خطوتك الأولى بدأت من هنا. أشوفكم في الحلقة الجاية، في رعاية الله.